كتير بيسألونا عن موبايل سعره حلو في بدايات أسعار الفئة المتوسطة، يكون في شاشة أموليد ويكون بأداء قوي وكاميرا شبه يعتمد عليها، والأهم كمان بطارية كبيرة. بيجي في بالي على طول موبايل من موبايلات شاومي. عشان كده في فيديو النهاردة إن شاء الله هنراجع موبايل بوكو M6 برو ونشوف مميزاته وكمان عيوب، وكمان نشوف يا ترى هل يستحق الشراء ولا لا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ده لو عجبك ما تنساش اللايك، ولو جديد معانا وعايز تشوف لنا فيديوهات أكتر اشترك معانا في القناة. شكرا على تعليقاتكم الجميلة وشكرا 42,000 مشترك. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد مع بوكو M6 برو. واول حاجه بنبدا بيها كالعاده هي التصميم جاي بهويه شاومي المعتاده اللي بتحاول تتميز فيها عن المنافسين، ولكن برضه تظل شاومي بتوفر في الخامات قدر الامكان. وهنا في الموبايل ده الموضوع طبيعي لان برضه الموبايل جاي فئه اقتصاديه او بمعنى اصح فئه متوسط. خامات الموبايل من البلاستيك بالكامل، ومع ان الموبايل كبير في الحجم الا انه وزنه متوسط ومسكته هتبقى مريحه في الايد لانه بيجي بوزن معتدل 180 جرام. كمان هتلاقيه مقاوم لرذاذ الماء الخفيف، وكمان مقاوم للغبار بشهادة IP54. لو شفت الظهر هتلاقيه على جزئين، الجزء الأعلى لامع والأسفل مط شوية عشان المفروض إن الموبايل ما يبصمش، لكن بالرغم من كده الموبايل تحسه مغناطيس للبصمات. شكل الكاميرات متناسق مع بعض، ولكن البروز كبير قوي، ومع ذلك تقدر تغطيه بالجراب السيليكون اللي بيجي في علبة الموبايل، واللي بيخلي الموبايل كمان شكله حلو لأن الجراب نفسه شكله شيك. الإطار فلات ما فيهوش أي انحناءات، وده بيدي انطباع جيد عن شكل الموبايل، اللي لو شفت إطاره من فوق هتلاقي فيه الميكروفون الأول ومعاه مستشعر الاي ار بلاستر عشان تستخدم الموبايل ده كريموت كنترول. جنبه هتلاقي السماعه الخارجيه الاولى، وجنبها منفذ 3.5 ملم اللي ما بقيناش نشوفه في موبايلات كتير دلوقتي. اما بقى في يسار الاطار هتلاقي منفذ الشريحه اللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال او شريحه واحده وميموري خارجي. في الجانب الايمن هتلاقي زرار الباور وزراير التحكم بالصوت. اما من الاسفل هتلاقي الميكروفون الثاني عشان الصوت الاستيريو، وهتلاقي منفذ الشحن التايب سي والمايك الثاني. الصوت استيريو مع دعمه لخاصيه الدولبي اتموس اللي بتديك صوت اعمق ونقي قدر الامكان. وعلى الرغم من ان الصوت مش الافضل 100% الا ان التجربه مرضيه في الفئه دي. التصميم ككل مقبول وعملي، بس في الاخر برضو دي مساله بترجع للذوق الشخصي. لو عجبك ممكن تقول لي رايك في التعليقات. ننتقل بقى نقطه اهم من التصميم، وهي نقطه قوه في الموبايل، الا وهي الشاشه اللي بتيجي بحجم كبير 6.67 انش. شاشه اموليد بتردد 120 هرتز بجوده فول اتش دي بلس، وده هيخلي الموبايل سلس جدا في كل حاجه هتعملها على الشاشه. وكمان تقدر تتحكم فيها ما بين 60 و120 هرتز عشان تحافظ اكتر على البطاريه، ده لو احتجت. الالوان اعتماديه ومقنعه لان الخلطه هنا مظبوطه ومتوازنه قدر الامكان. كمان الشاشه جميله عشان بتتميز بحوافها القليله على عكس السابق، وده مش بنشوفه في موبايلات تانية اعلى منه، بالاضافه للسطوع العالي اللي بيوصل كحد اقصى ل 1300 نتس. ضيف بقى على الشاشه كمان ان هي محميه بطبقه زجاج جوريلا جلاس الجيل الخامس. الشاشه هتكون مثاليه معاك في الاستخدام اليومي زي ارسال الرسائل والتصفح بين التطبيقات او حتى مشاهده الفيديوهات. هتقدر تتعامل معاها بكل راحه بشكل يومي في المهام الطبيعيه. الشاشه ممتازه طبعا في فئتها السعريه، وخد معاها كمان ان البصمه مدمجه فيها وسريعه جدا بدون اي اخطاء كالعاده من شاومي. ككل الشاشه ممتازه وجميله ومش هتديك فرصه انك تشوف عيوب لانها اعتماديه وافضل من موبايلات تانية كتير في فئته السعريه. وده ينقلنا للنقطه الثالثه وهي الاداء والبطاريه. موبايل بيقدم اداء قوي لانه بيجي بمعالج من ميديا تك وهو هيليو G99 الترا بتكنولوجيا 6 نانومتر، مع معالج رسومي مالي G57 مع 8 جيجا رام ومساحه تخزين 256 جيجا من نوع UFS 2.2، مع بطاريه 5000 ملي امبير، مع دعم خاصيه NFC، مع مستشعر الاي ار بلاستر وسماعات ستيريو زي ما قلت لك. للاسف الموبايل مش 5G وبيكتفي بال4G، ودي عندنا في مصر مش فارقه كتير. الاداء في الموبايل قوي، ومقارنه المعالج ده بالهيليو G99 العادي اللي موجود مثلا في موبايل زي البوكو X6 برو هتلاقي الاداء متقارب جدا، تحسهم واحد، مع فارق نظام التشغيل طبعا لان البوكو M6 برو اللي معانا بيجي مع الواجهه القديمه من شاومي وهي MIUI 14 مع اندرويد 13، على عكس الاكس 6 برو اللي بيجي بواجهه هايبر او اس الجديده وتقدر ترقي مع الوقت حسب الدعم. واجهه MIUI بالنسبه للمستخدمين كتير وانا منهم مش محبوبه بسبب اعلاناتها الكتير، وكمان التطبيقات اللي بتبقى مثبته بشكل مسبق، وكمان في اخطاء ساعات بتظهر، ولكن برضه لسه لاقي جمهورها عشان الجديده تحسها لسه ما نضجتش بالشكل الكافي، مع ان البدايه مبشره وقويه. كاداء بوكو M6 برو هينجح في انه يقدم لك تجربه اداء عمليه ومتوازنه، وانصح بيه بشده بالنسبه لقوه ادائه، مع العلم ان اداء شبكات الاتصال مش الافضل كالعاده، ومش عارف ليه شاومي مش بتظبط الموضوع ده في اغلب موبايلاتها. البطاريه هتقعد معاك اليوم وزياده، معاك من 6
ل7 ساعات تشغيل متواصل، وكمان على الضغط على الموبايل. كمان الموبايل بيجي مع شاحن قوي في العلبة بقدرة 67 واط اللي هيخليك ما تشغلش بالك بموضوع الشحن نهائي. النقطة الأخيرة بقى معانا وهي الكاميرات. بوكو ام 6 برو بيجي ب3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 64 ميجا بفتحة عدسة اف 1.8 وفيها مثبت بصري او اي اس، والتانية 8 ميجا بفتحة عدسة اف 2.2 ودي للالترا وايد الخاصة بالتصوير الواسع. اما الأخيرة 2 ميجا بفتحة عدسة اف 2.4 ودي خاصة بتصوير الماكرو. الكاميرا الأمامية 16 ميجا بفتحة عدسة اف 2.4 وبتدعم ال HDR. للأسف الكاميرات الخلفية والأمامية تصوير الفيديوهات فيها آخره 1080 بمعدل 30 إطار في الثانية. كاميرات بتقدم صور فوق المتوسطة ولكن بجودة تخليك تحس إن هي أعلى من سعرها. يعني لو أنت كان معاك موبايل متساوي أو أقل من ده شوية وقررت تشتري ده هتحس بفرق كبير إن الصور أفضل من الأول، لأن الموبايل بيقدم صور معقولة وشارب أو بمعنى صح صور حادة حتى وأنت بتعمل زوم، اللي بالمناسبة الزوم بيجي رقمي مش حقيقي. لما تقرب الصورة مثلا 2x هتلاقي تفاصيلها وحدتها زي ما هي. كذلك الوضع بيبدأ يتأثر عند 5x ولكن بيظل جميل وعلى عكس المتوقع. اما عند ال 10x هتلاقي النغمشه واضحه ولكن احنا مش مستنيين اكتر من كده. كذلك الامر في التصوير الليلي. وزي ما قلت لك النقطه السلبيه في الكاميرات انها مش بتدعم تصوير فيديوهات 4K او حتى 2K، بتكتفي بس بال 1080. بس برضه نرجع ونقول خلي بالك كل حاجه على حسب الفئه السعريه اللي محطوط فيها الموبايل. في النهايه لو هقيم الموبايل ده من 10 هياخد 8 او 8 ونص عشان شاشته الممتازه بالحواف القليله بالبصمه المدمجه فيها، مع بطاريه طويله الامد في الاستخدام، مع معالج كنا نتمنى انه يكون احدث من كده شويه ولكن اللي فيه برضه ممتاز ومناسب جدا في فئته السعريه. ولو كان الموبايل فيه 5G او بيصور بدقه 4K كنت ممكن اديله تقييم اعلى من كده. لحد هنا تنتهي مراجعه بوكو ام 6 برو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، ولو انت جديد معانا يا صديقي شرفني بالاشتراك في القناه. شكرا على المشاهده وشكرا ل 42,000 مشترك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.